انا دلوقتي هقيس ضغط الدم ومش هتكلم اكاديمي. يعني مش هتكلم اكاديمي يعني ايه؟ يعني بتكلم لاي حد ممكن بسهولة في البيت يقدر يقيس ضغط الدم، لاي حد. هتكلم بابسط طريقة. انا عندي جهاز ضغط الدم والسماعة. اول حاجة لازم اختبر جهاز الضغط. اختبره ازاي؟ اول حاجة صمام العمود بتاع الزئبق بيبقى مقفول. هفتحه ازاي؟ كده مقفول وكده مفتوح. فتحته واتأكد من المضخة ان هي سليمة والصمام سليم بيتفتح وبيتقفل. واتأكد من القفل ان هو سليم ومفيهوش اي هواء. كده تمام. اتأكدت من جهاز ضغط الدم. اتأكد من السماعة بتاعتي ازاي؟ ببتدي احطها في الاير في ودان. تتفتح ازاي؟ كده اتفتحت. اعرف ازاي؟ بعمل خبطة بسيطة بسمع الصوت. طب لو هي مقفولة، لو عملت خبطة مش سامعة اي حاجة. فانا كده فتحتها بخبط خبطة بسيطة هبتدي اسمع الصوت. كده اتأكدت ان السماعة بتاعتي مفتوحة وجهاز الضغط تمام. المريض بقى، المريض اهم حاجة لو هو مثلا جاي من مشوار متعصب، شارب قهوة شارب شاي، بقول له يقعد من 10 ل 15 دقيقة يبتدي يهدى، لان كل الحاجات دي بتأثر على قياس ضغط الدم. طيب ايه تاني بالنسبة للمريض؟ دراع المريض هتبقى على مستوى قلبه، دراعه، وجهاز الضغط في مستوى قلب ايه المريض. ما ينفعش يكون اعلى ولا اقل عشان تبقى النتيجة مظبوطة. هبتدي احط السماعة فين وهحط الكف فين. بالنسبة للكف، عندي في الكوع عندي في الجزء ده، الحفرة دي. فوق الحفرة دي بالنظر كده حوالي من 2 ل 3 سنتي هبتدي احط الكف. ادي الحفرة هي حوالي 2 ل 3 سنتي هبتدي احط ايه الكف، بحيث ان التو تيوبس او الانبوبتين دول يبقوا في نص الذراع. ليه؟ لان في ناس مثلا بتعملها كده، في ناس بتعملها كده، في ناس بتعملها من تحت. طبعا كل القراءات غلط. لازم تكون ايه في منتصف الذراع بالشكل ده. طبعا بالنسبة للمريض انا ببقى شايلة او رافعة الكم بتاعه، ما يبقاش فيه هدوم تحت ايه تحت الكف عشان اقدر اقيس كويس. السماعة بحطها فين؟ بحطها في حاجة يعني نبض اسمه البريكيال ارتري. بحسه ازاي؟ بصوابعي. هبتدي في الجزء ده عند الحفرة دي من حوالي من 1 ل 2 كده، يعني بمشي حوالين الجزء ده وافضل احس كده لغاية ما احس بذبذبة كده، نبض في الجزء ده. الجزء اللي انا سمحت فيه النبض ده هبتدي احط فيه السماعة. وهعمل زي بسندها كده وانا بقيس. احط السماعة بتاعتي، فتحت الصمام، هبتدي ارفع لغاية فين؟ لغاية خلاص ما بقتش سامعة اي نبض. طيب وبعد ما بقتش سامعة اي نبض هبتدي انزل. وانا بنزل خلي بالك دي اصعب حاجة، بنزل بالراحة جدا، بفتح الصمام جرادوال تدريجي جدا وابتدي هسمع ايه؟ هسمع اول نبضة كبيرة واول نبضة صغيرة. هسمعها ازاي؟ زي ما قلنا لب 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 طب 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 طب. فاول لب هاخدها واول ضب هاخدها. فور اكزامبل، على سبيل المثال مثلا هيبقى عند مثلا 120 على 80. هبتدي اسجلها في دماغي علشان هبتدي اسجلها على طول، واروح نازله لغايه خلاص انا كده سمعت، وابتدي اشيل الضغط وارجع ادواتي تاني. ما سمعتش هرجع اعمل نفس الخطوات، بس اهم حاجه ان انا افرغ الهواء من الكف وابتدي اقيس تاني لغايه ما اسمع. المشكله
بالنسبة للمبتدئين بتبقى في ايه؟ في حاجتين اتنين بس. في الصمام ده وانا بفتحه غصب عني كمبتدئ بيروح فاتح معايا مرة واحدة، فيروح عمود الزئبق نازل فما اسمعش حاجة. فبالتدريب واحدة واحدة ببتدي اتدرب بفتحه، واجي وانا باجي بفتح بقى بفتحه واحدة 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 بالتدريب بالممارسة مرة واتنين وتلاتة، هتلاقي الموضوع سهل جدا. طيب النقطة التانية الأصوات. الأصوات خلاص أنا عرفت أنا بسمع إيه، لب 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 طب طب طب، أول صوت أقوى صوت وإيه وأضعف صوت. فبرضو بالممارسة هبتدي أقدر إيه ألقطها وأقدر أجيبها. الموضوع ما هو الصعب خالص، هو محتاج بس إن أنت تدرب نفسك كتير. وارد مرة واتنين وتلاتة وعشرة معرفش أقيس، بس بعد كده هتقدر تقيس، ودي أسهل مهارة في أساسيات التمريض. فما تيأسوش بالممارسة، الموضوع هيبقى سهل جدا ومتمكنين فيه.